ندخل في الحاجه اللي بعد كده. ولو قلت لك مثلا يا باشمهندس شغال على كومنت دلوقتي، خلاص قلت ان انا عايز اعمل اد، اقول له اعمل جيت اد دوت، تمام، وعملت له ايه جيت كوميت داش ام، قلت له مثلا الابديت من 2، تمام. جيت بعدها بقى بعد ما عملت الكوميت ده، قررت خلاص ان انا مش هحتاج التعديل اللي انا عملته ده، لسبب من الاسباب. قلت خلاص ان التعديل ده انا مش محتاجه. هتقول لي بسيطه يا باشمهندس، هتعمل ايه؟ هتيجي تعمل جيت ريسيت، وطبعا نعمل داش داش هارد، وهتعمل ايه الهيد على اول واحد. حلو. وبالتالي انت خلاص مسحته، مش مجرد نقلته من الوركينج دايركتوري، او مش مجرد نقلته من الستaging اريا، انت خلاص شلته خالص حتى من الوركينج دايركتوري، مش موجود. يعني انت جيت قلت خلاص انا الكومنت ده مش محتاجه، وجيت لحظه ما قلت خلاص انا هعمل له ريسيت ومش محتاجه. وبعدها بفتره اكتشفت ان الكومنت ده بعد ما عملت تعديلات، اكتشفت ان الكومنت ده انا عايز ارجعه. هنستخدم كذا امر، بس الامر ده مش هيرجعه دايركت، بس من خلاله هيساعدنا ان احنا نرجع الكومنت اللي احنا حذفناه. احنا دلوقتي لو جينا هنا وقلنا عملنا جيت لوج، تمام، فهيعرض لي ايه الكومنتس اللي انا عملتهم، اللي هو عباره عن المين واحد والمين اتنين. حلو. انا دلوقتي حذفت الكومنت الاخير اللي هو الابديت بتاع مين اتنين، وقررت ان انا عايز ارجعه تاني. قال لك في امر هتستخدمه وهو جيت ريفلوج، تمام. وجيت ريفلوج هو مجرد امر بيعمل لك عرض للكوميك هيستوري، او التعديلات اللي حصلت، او التعديلات اللي انت عملتها عامه. ولو جيت تلاحظ هنا عندي بقى ايه، بدا يظهر لي الكوميك الامر اللي انا حذفته اللي هو الابديت مين، تمام. هتقول لي طب يا باشمهندس انا ارجعه ازاي دلوقتي؟ اقول لك بسيطه. هتقوم انت جاي هنا واخد الاي دي بتاعه، وتقوم انت عامل هنا جاي عامل جيت ريسيت يا باشمهندس. اقول لك اه ريسيت عادي، ريسيت تقدر من خلالها ترجع كوميك ريسيت، وبعد كده تعمل داش داش هارد، ومش هتعمل حاجه تانية غير انك تعمل ايه الاي دي بتاع الكوميت، واللي عملنا هنا هتلاقي ايه الكوميت رجع زي ما كان. طيب تعالى نفهم اللي حصل ايه. اللي حصل هنا لما انا قررت احذف الكوميت اللي كان موجود، وبعد كده اكتشفت ان انا محتاج الكوميت ده، ببدا اتحايل على الموضوع واجيبه. بس عشان اجيبه انا قلت لك ان انت محتاج ايه الاي دي، عشان كده استخدمت كومنت هو اسمه جيت ريفلوج. وجيت ريفلوج هو مجرد بيعرض لك الكومنتس اللي حصلت، او الداتا اللي انت كنت شغال عليها، او بمعنى اصح كل التعديلات اللي انت اشتغلت عليها، سواء اتحركت موفينج، سواء اتحركت فروم ماستر تو ديف، كل حاجه انت عملتها بتتعمل بايه؟ بتتعمل باي دي. واخر حاجه طبعا انا عملتها اللي هو عملت ايه ريسيت موفينج تو هيد واحد، ودي معناها اللي انا عملتها اللي انا حذفت فيها الكوميت اللي فات اللي هو ده. لما انا جيت عملت كوميت وبعد كده حذفته، فاجي ابص هنا انا محتاج ارجع الكوميت اللي انا عاوزه ده، فباجي اجيب الاي دي بتاعه وابدا اعمل حاجه اسمها جيت ريسيت داش داش هارد، وايه وادي له الكوميت ده. وهنا مش مجرد بيرجعه، هنا بيرجعه للحاله الاصليه. يعني ايه؟ يعني هنا بيرجع الكوميت ويطبقه زي ما كان، تمام. طب طالما في هارد، تعال نتكلم عن جزء تاني وهو ايه داش داش سوفت، ونعرف ايه الفرق ما بينهم. طيب دلوقتي لو انا جيت مثلا قلت لك ان انا عندي كوميت ما، احنا عايزين نشيل ده خالص كتير، تمام. قلت لك خلاص انا عندي التعديل ده، وجيت بعد كده بعد ما رجعته عملت مثلا تعديل تاني، وليكن عملنا تعديل، حلو. وجيت هنا عملنا نفس الفكره، عملنا جيت اد دوت، بعد كده عملنا جيت كوميت داش ام، نكتب المسج بتاعتنا وليكن ابديت 2 لمين باين 2 لمين 2، تمام. وجيت فرضا دلوقتي انا عندي احدث كوميت عندي هو ايه هو ابديت 2، بحيث لو انا جيت قلت هنا جيت لوج، اعمل جيت لوج سيت لوج، حلو. فبالتالي يقول لي احدث حاجه عندك ان انت عملت ايه ابديت 2، تمام. انا قلت خلاص انا عايز ايه احذف اخر كوميت عندي، وليكن المفروض السيف هنا، تمام. عايز اعمل ايه احذف اخر كوميت عندي، تمام، حسب، حلو.
هاجي هنا اقول لك ايه، انا مش هستعمل المره دي هستعمل ايه حاجه تانية. فاجي هنا اقول لك انا عايز اعرف بقى الكومنت بتاعي الاخير، او اعرف الهيستوري بتاعتي اللي انا شغال عليها، او له ريفلوج. تمام، فبالتالي هيدي لي ايه الهيستوري اللي انا عملتها فيها الابديت. فبالتالي هاخد هنا الاي دي اللي انا محتاجه او الكوبي، واجي هنا اعمل جيت ريسيت داش داش، بس المره دي اقول ايه سوفت داش داش سوفت، وادي له الاي دي. تمام. هنا عمل حاجه مختلفه جدا. هتقول لي يا باشمهندس طيب انا عملت سوفت بس هنا ما رجعش التعديل. تمام، بس لو جينا عملنا هنا جيت لوج، هبص هلاقي التعديل موجود. نفهم بقى من هنا ايه، واحده واحده كده معايا. لما انا كنت بعمل داش هارد داش داش هارد، كان بيعمل اجباري وبيطبق الحاجه زي ما كانت، بحيث لما انا كنت حذفت الكومنت الاولاني بتاع الابديت، لما جيت عملت جيت ريسيت هارد، رجع لي الكومنت زي ما كان. بس الحاله هنا مختلفه. السوفت هو هيرجع الكومنتس بس مش هيعمل اوفر رايت. يعني ايه؟ يعني مش هيستخدمه تاني، هو هيرجعه في الهيستوري بس مش هيستخدمه تاني. تمام. فهي دي الفرق ما بين الاثنين، او بمعنى صح نقول ان الهارت بيعمل فورس، يعني بيجبر ان انا خلاص انا الكومنت اللي كنت مستخدمه هرجعه تاني واستخدمه. اما سوفت لا، بيقول لك انا هستخدمه، انا موجود عادي معايا بس مش هستخدمه. تمام. طيب سؤال دلوقتي ليكم، هل ينفع ارجع برانش انا حذفته قبل كده؟ دلوقتي مثلا لو انا حذفت برانش معين، هل اعرف ارجعه وازاي؟ لو انا جيت هنا وقلت خلاص انا عايز اروح للماستر وعايز اعمل ميرج واخد التعديلات اللي موجوده في الديف، تمام. هاجي هنا اقول لك تمام، انت هتيجي تعمل ايه سويتش، وتعمل جيت سويتش للماستر، وهتيجي تقوم عامل ايه جيت ميرج للديف. وطبعا قلنا عمليه الميرج بتتم ازاي. حلو. خلاص انا خدت التعديلين وزي الفل. انا كده اكتشفت بقى ان انا ايه خلاص انا مش محتاج التعديلات ديت، او مش محتاج الديفلوبمنت. خلاص انا خدت التعديلات بتاعتي والدنيا تمام، بحيث لو انا جيت عملت هنا جيت لوك، خلاص اكتشفت ان انا معايا ايه نفس التعديلات، فانا مش محتاج الديفلوبمنت. هتقولي خلاص يا باشمهندس هتعمل هنا ايه جيت برانش داش دي، واقول له الديف. تمام، فبالتالي هيعمل ديليت للبرانش ده. طيب فرضا دلوقتي انا اكتشفت لا انا عايز ارجع البرانش ده تاني. تمام. ايه الحاله اللي انا ممكن ارجع فيها البرانش دي؟ هقول لك تعالى بقى معايا في الحته دي. احنا كنا قلنا قبل كده امر التشيك اوت، صح؟ تمام، اللي هو بيتنقل معانا من حاجه للتانيه. احنا ممكن نرجع البرانش بس بصيغه غير مباشره. هتقول لي ازاي يا باشمهندس؟ هقول لك ازاي. لو جيت هنا وعملت جيت فلوج، تمام، هيجي يديك هنا ايه اخر كومنت انت اشتغلت عليه، او بمعنى صح الكومنت اللي انت اشتغلت عليه اللي هو ايه ده قبل ما تتحرك. يعني انت هنا عملت ايه موفينج وعملت ميرجنج والكلام ده، وعملت موفينج تو اتش واحد. عايزين بس نبحث عن ايه، عن اخر كومنت كان موجود فين في التاني، اللي هو الكومنت بتاعه ابديت 2. تمام، وهنا عملنا الموفينج او عملنا عمليه الميرج. فلو جينا هنا واخدنا ده، تمام، اللي هو اخر واحد ده، حلو، اخدنا كوبي. انا قلت لك في حاجه مختلفه، او في حاجه احنا عملناها قبل كده، نظام تحايل، او معنى صح ممكن نستخدمها عشان نتحايل على الموضوع ونرجع البرانش. مش انا قلت لك لو انت هنا جيت قلت جيت تشيك اوت اوت، واديت له الاي دي بتاع الكومنت، وعملت كده، فبالتالي هيوديك على حاجه اسمها ايه ديتاتشد هيد، او الهيد ديتاتشد. تمام. طيب حلو. طب ما انا ممكن من خلاله، انا دلوقتي لو عملت هنا، لو جيت هنا عملت ايه جيت لوج، هيديني التعديلات اللي موجوده تحتي وانا فين، وانا في الديتاتشد. يعني هتقول لي ازاي يا باشمهندس انت في الديتاتشد؟ هقول لك تمام، اعمل لي هنا جيت برانش. لو عملنا هنا جيت برانش، حلو، هيقول لي انت على ايه، على الهيد ديتاتشد. تمام، حلو. وانا هنا عملت سويتش على اخر كومنت كان موجود في الديف. طيب حلو. طب ما انا اقول لك طب ما انا ممكن اعمل حاجه تانية. ايه هي يا باشمهندس؟ اقول لك طب ما انا لو جيت وقمت حامل كده اهوت جيت سويتش داش سي وسميته ديف، مش انا كده عملت برانش تاني؟
وسميته ديف واديته برضه نفس الكومنتس، يعني بمعنى صح رجعت الكومنتس اللي كانت موجوده. مش كده تمت؟ هتقول لي هل كده تم فعلا يا باشمهندس؟ اقول لك اه، بحيث لو انا جيت هنا، انا دلوقتي على فين؟ لو جيت هنا قلت جيت برانش هتلاقي دلوقتي على ايه؟ على الديف. طيب لو جيت هنا وعملت لك ايه؟ جيت لوج بقى، هتلاقيني على ايه؟ رجعت لك الاربعه كومنتس اللي كانوا موجودين. لو انا شغال على البرانش ده، تمام، وليكن هنا ايه موجود معايا؟ هنا كومة واحد، كومة اتنين، كومة تلاتة، واللحظة ما انا تمام عامل هنا ايه؟ برانش منه تاني، او بمعنى صح طلعت منه برانش تاني. حلو. والبرانش ده عملت فيه مثلا ايه؟ كومة أربعة. طيب كومة أربعة ده أنا خلاص قلت إن أنا عملت ميرج وخلاص ومش محتاجه. يعني إيه؟ يعني أنا جيت هنا قمت حايل خلاص أنا هنا كومة أربعة معايا، كومة أربعة معايا، تمام. أنا كده مش محتاج البرانش ده، وليكن هنا نسميه هنا الديف. يعني لو هنا قلنا ده إن ده الماستر، تمام، وهنا هقول إن ده الديف. أنا بعد ما عملت ميرج اكتشفت خلاص إن أنا مش محتاج إيه؟ البرانش ده، فهعمل له حذف. فهو جاي هنا وأقوم عامل إيه؟ ديليت للبرانش ده خالص. خلاص انا خدت التعديلات. بس جيت بعد كده اكتشفت ان انا ايه؟ انا محتاج البرانش ده. هنا بقى الطريقه غير مباشره. انا دلوقتي ممكن ايه؟ عن طريق ان انا اقدر اتعامل مع الجيت ريفلوج، اقدر من خلالها اجيب ايه؟ تقدر من خلالها تجيب لي الاي دي الخاص بالكومنت، الكومنت اي دي، تمام. واللي من خلال الكومنت اي دي قلت لك احنا هنا بنستخدم حاجه اللي تشيك اوت، والتشيك اوت ده من خلاله بيحولني لحاجه اسمها الهيد ديتاتشد. طب ما اجيب من خلال الريفلوج اجيب الكومنت او اجيب الاي دي بتاع الكومنت ده واعمل عليه تشيك اوت. وليكن اخر كومنت انا عارفه لما جينا نستخدمها هنا، يعني لما جينا هنا عملنا ريفلوج، اعتقد عملناها هنا. لما عملنا هنا ريفلوج انا عارف مثلا ان اخر حاجه انا عملتها هي ابديت 2، او بمعنى صح لما انا جيت اقف هنا انا عارف ان اخر حاجه كانت ما بينهم هما الاثنين اللي هي ايه؟ ابديت من 2. فهاجي هنا ابص على ابديت من 2 اقوم جايب ايه؟ الاي دي بتاعه. ولاحظ حاجه، خلي بالك انت لما بتحذف برضو بيديك اخر حاجه كان واقف عليها برضو ايه؟ هي الاي دي، او بيديك اخر اي دي كان موجود هو ده. يعني لو جينا نقارن هنا بي اف 66 بي 5 بي على البي 2 اهو بي اف 66 بي 5 بي، فهي نفس الفكره. فبعد ما جبت الاي دي، تمام، اقدر اعمل عليه تشيك اوت. يعني ايه؟ انا دلوقتي فرضا ان ده اخر كومنت، حلو، اقدر اعمل عليه تشيك اوت بحيث ان هو يحولني للهيد ديتاتشد. والهيد ديتاتشد ديت قلت لك ان انت لما بتقف عليها انت بتشوف حاله البروجكت في الوقت ده. طب ما انا ممكن استغلها، ومجرد الحته دي انا دلوقتي معايا الكومنت ده، وبحيث لما انا جيت اعمل الجيت فلوج او الجيت اعمل جيت لوج هنا بعد ما عملت التشيك اوت، وبعد ما رحت هنا وعملت سويتشنج ليها وتحولت لحاجه اسمها الديتاتشد هيد، تمام، عملت عشان اتاكد قمت عامل جيت لوج. فبيعمل لي ايه؟ طالما انا واقف هنا بيعرض لي كل اللي قبلها، فخلاص انا كده واقف على اخر واحد. طيب ما حلو قوي. طب ما انا قلت لك لو عجبك التعديلات اللي موجوده انت ممكن من خلالها تستخدم الامر اللي هو جيت سويتش داش سي او جيت تشيك اوت داش دي وتستخدمهم، او داش بي قصدي، بتيجي تستخدم جيت سويتش داش سي وتدي له اسم الديفلوبمنت الجديد او البرانش الجديد. هيقول لك انا عملت سويتش لبرانش جديد وسميته الديفلوبمنت، وهاخد التعديلات اللي انت عملتها او الحاجات اللي انت كنت واقف عليها، او بمعنى صح اللي كان واقف عليها الهيد تاتشد واللي وراه كله، تمام. حلو. لان الهيد تاتشد انا قلت لك في حاجه، لو في هنا مثلا 7 و8 و9 كومنت، لو انا وقفت هنا هو مش بيبقى شايف دول بس بيبقى شايف دول عادي ان دول اتقابلوا في الهيستوري. فمجرد ما انا وقفت هنا، مجرد ما بعمل برانش جديد او اعمل جيت سويتش لبرانش جديد، هو على طول بيعمل لي كرييت للبرانش ده وبياخد الكومنت ديت. هو بيعمل برانش جديد، ما هوش الديف القديم، يعني مش الديفلوبمنت القديم، بس بيعمل ديفلوبمنت جديد بس بياخد فيه نفس الايه؟ الكومنتس اللي كانت موجوده. فكده يعتبر ان انا تحايلت على الموضوع وعملت نفس البرانش اللي قبل كده باي دي جديد اه وبنظام جديد اه، بس بنفس الكومنتس اللي كانت موجوده.